بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده هو مكمل للفيديو اللي فات، وهو كنا بنتكلم عن فكرة المغفرة، مغفرة الذنوب عامة. وطبعا أكيد يشمل ده التوبة. يعني أنت لو بتعمل ذنب عايز تبطله، ففكرة إن أنت تبطله دي هي إن أنت تتوب إلى الله عز وجل. الحاجة دي أو فكرة التوبة عامةً هي ليها شروط، ليها شروط. وزي ما إحنا قُلنا في الفيديو اللي فات، إن الله يغفر الذنوب جميعًا، ده خلاص مطلقًا كده. طبعًا، طبعًا زي ما قُلنا إلا الشرك، يُغفر ولكن لو أنت مُتّ عليه ده لا يغفره الله عز وجل. لو مُتّ عليه، يعني لو واحد مات مُشرك، لكن لو هو أشرك وبعد كده رجع وهو حي عادي، قرر إن هو يتوب ويرجع لله عز وجل، تمام إن شاء الله دي بإذن الله تعالى تتقبل، تُقبل توبته وربنا يغفر له ذنوبه عادي. فيعني خلّينا نمشّيها مطلقًا كده، إن الله يغفر الذنوب جميعًا. طيب فكرة التوبة بقى، إزاي أتوب؟ إزاي أتوب لربنا؟ واحد بيعمل ذنب معيّن، في ذنب معيّن وعايز يتوب إلى الله عز وجل منه، يعمل إيه؟ هم 5 شروط بالضبط، 5 شروط بالضبط. الشرط الأولاني بمنتهى البساطة، وهو إنك تخلص التوبة دي لله، الإخلاص. الشرط الأول هو الإخلاص، إنك تخلص التوبة دي لله عز وجل، ده كده رقم 1. الشرط التاني هو إنك تبطّل الذنب ده، يعني ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها تتوب منه وأنت لسه بتعمله، تبطّل الذنب أيًا كان نوع الذنب تبطّله. تمام، كده إحنا قُلنا إيه، إن التوبة دي تكون إخلاصًا لله عز وجل، وتاني شرط إن أنت تبطّلها، بديهي جدًا. تالت شرط معانا وهو إن أنت تعزم على عدم الرجوع إليها، يعني تعزم إن أنت ت تعصُر على نفسك كده إن أنت إيه، تحاول بقدر الإمكان، بقدر إمكانك، قدر استطاعتك ما ترجعش إليها. إزاي؟ مش اللي هو خلاص أنا مش هاعملها تاني، مش هاعمل الذنب ده تاني. لأ، ما تحسبش كده برضه. أنت خلّي بالك زي ما قُلت لك في الفيديو اللي فات، أنت نَفْسك ضعيفة، في ظروف أنت تبقى حاطط نَفْسك فيها، الظروف دي بتؤدي إلى الشيء ده. ابعد عن الظروف دي، حاول بقدر الإمكان تصلّح الظروف المحيطة بيك، تصلّح نَفْسك أو تصلّح الظروف المحيطة، تبعد عن الأشخاص معيّنين كانوا بيجروك على حاجة معيّنة ف فكرة إن أنت تعزم على إن أنت ما ترجعش إليها، مش هتقول خلاص أنا مش هاعملها تاني لأ. يعني واحد بيشرب خمرة مثلًا وبيقعد في البار، فهو يقول لك خلاص أنا مش هاشرب خمرة تاني، بس بيروح يقعد في البار برضه. طب يا ابني ما أنت هتشرب يا ابني يعني، ما فاهم أنت بالعقل برضه. فهي كده، ما ينفعش إن أنت إيه، هاقلع عن الذات، أنا هاعزم إن أنا هاقلع أو هاقلع، لأ. غيّر الحاجات اللي أنت بتعملها اللي بتخلّيك تقع في الذنب ده، أيًا كان بقى. شوف أنت بتعمل إيه وإيه اللي بيأدي للذنب وبطّله وغيّره. دي الشرط التالت. الشرط الرابع إن أنت كان إيه الشرط الرابع؟ الندم. كان الشرط الرابع هو الندم، إنّك تندم على الشيء ده فعلًا، اللي هو تمام عملت ذنب، تمام، أستغفر الله، تمام، لأ، يعني ما تبقاش كده برضه. يعني اللي بيعمل الذنب ده ذنب، ده ذنب. فأنت لازم تبقى نادم على فعل الشيء ده من جواك كده من قلبك، مش لازم تبقى قاعد بالجشع لأ. يعني القلب، هي الفكرة كلّها في القلب، لازم يبقى قلبك ندمان فعلًا على شيء زي ده. يبقى إحنا قُلنا لحد دلوقتي 4 شروط. خامس شرط معانا وهو إن أنت تكون قبل ما تموت التوبة دي، بس ده خامس شرط معانا. ده شرط زي ما قُلنا في الفيديو اللي فات والفيديو ده برضه، ده شرط يعني كل التوبات، إن أنت تكون قبل أمّا تموت، بالذات زي ما قُلنا الشرك، قبل أمّا تموت تكون تايب عن الشيء اللي أنت بتعمله ده. فدي ال5 شروط للتوبة إلى الله عز وجل. في شِق آخر بس ده هنخلّيه لفيديو تاني، وهو ده كان حق الله اللي إحنا كنا بنتكلّم فيه ده. أنت عملت ذنب، أنت كنت مش عارف بتشرب، تسمع أغاني، مش عارف بتعمل مش عارف إيه، أيًا كان. كل دي حاجات كده بينك وبين نَفْسك بتضُر بيها نَفْسك، وأي حاجة أنت بتضُر بيها نَفْسك فهي حرام، عشان ده جسمنا جسمنا مش لينا، يعني جسمنا ده حاجة ربنا مدّيها لك تحافظ عليها. فأنت هنا كنت بتتعامل مع حق الله. في بقى حاجة حق العباد، الغيبة والنميمة والسرقة وما إلى آخره يعني. ودي قصة تانية وليها شروط أخرى تمامًا في التوبة. فدي ممكن نخلّيها الفيديو اللي بعده. وهي بس كده، شكرًا لمشاهدة الفيديو. شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله، وأشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.